وجوزي كنا بنحب بعض قوي، كنا واخدين بعض عن حب وكنا عايشين مع بعض مبسوطين. بس لما عدى 4 سنين بعد الجواز ومحصلش فيهم خلفة، وعرفنا بعدين ان العيب مني انا. اهله ابتدوا ان هم يسخنوه عليا ويقولوله ايه اللي يخليك تعيش مع واحدة ما بتخلفش. وبدأت المشاكل تكتر بينا لحد ما فعلا اتطلقنا، ورجعت تاني اعيش مع ماما. ما هو انا خلاص ماليش غيرها من بعد بابا ما مات، وماليش غير اخ واحد بس هو دايما مسافر او بيقعد بالكام سنة محدش بيشوفه. وماما ست كبيرة وصحتها على قدها، وكل املها في الدنيا ان هي تشوفني متجوزة ومبسوطة. كانت دايما بتقولي يا بنت انا نفسي اشوفك في بيت جوزك، او نفسي اكون مطمنة عليكي، انت خلاص سنك وصل ل36، وكمان يعني علشان موضوع الخلفة ده فلازم تقبلي بأي عريس ايا كانت ظروفه، هو ضل راجل ولا ضل حيطة. كانت دايما تقولي كده علشان تقدم لي ناس كتير، وانا كنت برفض دايما. قلت لها يا ماما انا كمان نفسي اتجوز واستقر ويكون ليا بيت، بس مش معنى كده ان انا اتجوز اي واحد وخلاص، او واحد يعني يكون كبير معدي ال65 سنة وانا اشتغل له ممرضة، او واحد يكون ارمل ولا مطلق ومعاه 5 عيال وانا اروح واشتغل لهم خدامة هو وعياله. انا لسه صغيرة وفي عز شبابي وكمان جميلة وعايزة اعيش حياتي واتمتع بيها، فمش معنى بقى ان انا متطلقة ان انا اعيش خدامة طول حياتي ولا ارضى باي حاجة وخلاص. المهم ان انا من يوم ما اتطلقت وانا عشت معاها في شقتها، وبعدين شفت ابن الجيران كان يا لهو عليه ولد زي القمر. هو انا فعلا اكبر منه بكتير بس برضه هو عجبني ودخل دماغي. هو صغير يعني سنه ما يعديش 22 سنة، يعني لسه في الكلية. بس مش عارفة ايه اللي حصل لي اول ما شفته وهو دخل قلبي ومزاجي، لدرجة ان انا دايما بفكر فيه، حتى لما بنام بحلم بيه ان هو معايا. كانت شقتهم قصاد شقة ماما، يعني الباب في وش الباب، وانا يعني كنت بتحجج بأي حاجة علشان اشوفه واتكلم معاه، لدرجة ان انا كنت براقبه وبعرف كل تحركاته. وفي الوقت اللي انا كنت اعرف ان هو ممكن يكون خارج فيه كنت اشوفه من العين السحرية، واول ما اشوفه طالع كنت اعمل اي حاجة وخلاص علشان اطلع، بطلع كيس زبالة او بعمل اي حاجة، المهم عندي ان انا اشوفه وهو كمان يشوفني. وكنت بتعمد دايما ان هو يشوفني وانا لابسة كويس ومظبطة نفسي علشان الفت انتباهه، وخصوصا يعني زي ما قلتلكم ان انا جميلة وما فيش غلطة. بس كان في مشكلة واحدة، ان هو بيتكسف، وكان اول ما يشوفني يدوب يرمي السلام كده على السريع من بعيد وينزل جري على السلم ويودي وشه الناحية التانية وكأنه بيتكهرب لما بيشوفني. بس بصراحة ردة فعله دي كانت بتعجبني وتخليني احطه في دماغي اكتر ويعجبني اكتر، وبتشدله اكتر واكتر، وبتخليني كمان احطه في دماغي وركز معاه ان هو يعني ولد تقيل كده. وكنت بحس بتحدي من جوايا ان هو هوقعه، يعني هوقعه. وفضل الموضوع معايا يتطور لحد ما بقيت مجنونة بيه وبفكر فيه طول الوقت. وانا كده في الفترة الاخيرة حالتي كانت صعبة جدا، وما كنتش ببطل فرجة على الافلام وبتخيل نفسي مكان الممثلة وابن الجيران هو اللي معايا، وافضل كده اتخيل واسرح لحد ما احس براحة. بس الصراحة ما كنتش برتاح ولا حاجة، متهيألي كنت بتعب اكتر. وبدأت افكر يعني في خطة تخليني